مساء الخير. من الطبيعي ان احنا عندنا اتنين لغة او اتنين من اللغة، لغة استقبالية ولغة تعبيرية. واحنا عارفين ان الطفل من سن يوم ل6 شهور اسمها فترة المناغاة او مرحلة المناغاة، ومن 6 لسنة دي يقول كلمة، ومن سنة لسنتين كلمتين، ومن سنتين ل3 سنين يعمل جملة من 3 كلمات، وبعد كده الحصيلة اللغوية بتزيد عند الطفل. طيب ولية أمر بتقول لي أنا ابني ما بيعرفش يتكلم ولا بيعرف يعبر، حتى لو سألته سؤال ما بيعرفش يجاوب. طيب حضرتك عشان ابنك يجاوب لازم يكون عنده مخزون كمية كلمات متخزنة في عقله علشان يعرف يرد عليك. طيب إيه هي اللغة الاستقبالية وهي اللغة التعبيرية؟ اللغة الاستقبالية إن أنا أسألك، واللغة التعبيرية إن أنت ترد عليا. يعني وليكن أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي أحمد. يبقى أنا اللي بسأل وأنت اللي بتجاوب، يبقى اسمها لغة استقبالية ولغة تعبيرية. بس الطفل هيعرف يعمل الكلام ده كله إمتى؟ لما يكون عنده حصيلة لغوية كتير، مخزون كتير من اللغة في دماغه بيعرف يعبر بيه ويعرف يجاوب. طيب لو طفل ما بيعرفش كده، من الطبيعي ان هو مش هيعرف يجاوب. طيب ازاي اخلي طفل يعبر ويتكلم؟ الطفل عشان يعبر ويتكلم لازم يكون في بيئة غنية بالمعلومات، غنية بالمكونات، غنية بالمواصفات، غنية بالاشكال، غنية بحاجات كتيرة. طب احنا مش فاهمين، حاضر افهمك اكتر. الطفل بيتعلم باللي بيشوفه. الطفل بيشوف ده بيعمل ايه وبيعمل زيه. الطفل بيشوف الشكل ده وبيعرف الشكل واللون والريحة والطعم والحجم والطول، وبيعرف كل حاجة. يعني وليكن انا جبت له مثلا صورة كلت وعليها مثلا شكل طماطمايه، وقلت له دي طماطمة، دي طماطمة او قوطة، دي طماطمايه، ووريتها له. طبعا الطماطمايه لونها ايه؟ لونها احمر. شكلها ايه؟ شكلها دائري. بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في السلطة وفي الطبيخ، وبنعمل وممكن ناكل بيها كده. فهنا الطفل حجمها ازاي؟ حجمها دائري. يبقى الطفل هنا بدأ يشوف ويعرف الشكل ويعرف الاستخدام من اللي شافه. طيب انا وريتها له في الكارت، ينفع اوريها له في الكارت بس؟ لا، انا عشان اطبق الحاجه دي والمعلومه تثبت عند الطفل لازم اوريها له حقيقه. يعني وريتها له مثلا، وليكن مثلا وريتها له في كارت زي كده، رحت انا قلت له ايه رايك؟ ادي الشكل الحقيقي، ادي الطماطمايه وادي الطماطمايه، الاتنين واحد، بس دي على صوره ودي فين؟ ودي في الحقيقه. واروح ممسكها له في ايده. لما بيمسك الطماطمايه بيحس بالملمس وبالحجم. فهنا بنربط الشكل باللون بالطعم بكل شيء في دماغه وبعينيه، لان عينيه بتلقط الشكل نفسه.